السلام عليكم. كيفاش تختار احسن شركة باش تخدم فيها وتكون فرحان ومرتاح في خدمتك وكذلك كتطور؟ هاد الفيديو غادي نهضر فيه ماشي غير على المانيا، فكينطبق على بزاف ديال البلدان، خصوصا البلدان الاوروبيه. طبعا ما كاينش شي بلاصه اللي مثاليه، ولكن كاينين شركات اللي مزيانين وكاين شركات احسن من شركات اخرين. فكيفاش تعرف هاد الشركات هادو اللي احسن من الاخرين؟ فخاصك تعرف معلومات على الشركات. غادي نعطيك في هذا الفيديو يعني طرق اللي مجربه اللي مجربتهم انا شخصيا باش كتعرف فين غادي تخدم قبل ما غادي تمشي وتغامر، لانه راه غادي تعطي بزاف لهذيك الشركه. فكذلك نتايا خاصك تكون مرتاح. بقاو حتى الاخر غادي نعطيكم مجموعه ديال الطرق. الطريقه الاولى هي باش تجمع معلومات على الشركه. اول حاجه غادي تقرا الاعلان ديال هذيك الخدمه اللي نتايا بغيتي تخدم. في الغالب راه كيكتبوا شي حوايج، مثلا الخدمه كيفاش داير، يعني المحيط ديال العمل، اشنو هما الايجابيات اللي عندك، واش كيمكن لك تخدم من الدار شحال من نهار، يعني الشركه شنو هي الثقافه ديالها. بحال هاد المعلومات هادو غادي تكتبوهم بعض المرات في الاعلانات، او لا تدخل الموقع ديالهم وغادي تشوف هذيك البلاصه اللي كيهضروا فيها، المكان في الموقع اللي كيهضروا فيه على الايجابيات ديال الموظفين اللي عندهم مستخدمين. يمكن مثلا كاع شي وحدين يهضروا، كيكونوا بعض المرات كيديروا فيديوهات. غادي تقول لي هادشي ماشي غادي يكون كذوب، بصح غادي يكون كذوب. هذه غير الطريقه الاولى، ومازال غادي نشوفوا طرق اخرى باش نقدروا نعرفوا بصح واش هادشي اللي كيقولوا مزيان. لانه طبعا كاع الشركات راه غادي يقولوا راه كلشي مزيان، كلشي مزيان بخير، كلشي مثالي. ولكن الحقيقه كتكون بعض المرات ماشي هي هذيك. داكشي علاش كنقولوا سول المجرب. الطريقه الثانيه اللي غادي نشوفوا غادي هي لينكد ان. لينكد ان فهو يعني واحد بحال نتورك ديال الناس اللي خدامين كيتواصلوا بيناتهم. كاينين كذلك شركات كيكون عندهم حساب حتى هما كيديروا فيه شنو هما الخدامين اللي كيفتشوا فيهم على الناس، وكذلك يعني كيهضروا على شركه شنو مسائل، يعني بحال الموقع. فهنايا كذلك غادي تلقى معلومات، وخصوصا اللي مهم في لينكد ان هو غادي تلقى الناس اللي خدامين في دوك الشركه. فانا كنشجعكم انكم يكون عندكم يعني حساب الا كنتو كتقلبوا على خدمه في المانيا ولا اصلا خدامين في المانيا، انه يكون عندكم حساب في لينكد ان. كاين موقع اخر اللي هو تينك، ولكن انا اللي كنعرف مزيان هو لينكد ان لانه عالمي. هنايا غادي تتواصل مع الناس وتشوفهم. مثلا انا واحد المعلومه اللي مهمه اللي كتجيني انه يعني كتعطيك فكره مزيانه على الشركه، هي الناس شحال كيجلسوا. فغادي تدخل مثلا لشي شركه وتشوف الناس اللي خدامين فيها، هذيك الشركه مثلا انت بغيتي تخدم فيها، وتشوف شحال كيبقاو، شنو التطور ديالهم، شحال كانت الخدمه ديالهم، شنو كانت الخدمه ديالهم في الاول، واش تطوروا خداو منصب اخر، واش مشاو من بعد واحد عام، واش الناس كاملين كيبقاو يعني في ديك الشركه واحد 8 سنين 10 سنين وكيتطوروا، او لا كيمشيو. الا شفتي بانه في شي شركه صغيره ولا كبيره، حنا دابا ما كنقولوش بانه الشركات الكبيره هي اللي مزيانه والشركات الصغيره ماشي مزيانه. كلشي يقدر يكون مزيان، سواء اللي معروفه سواء اللي ما معروفيش. وكذلك حتى الشركات اللي معروفه راه يقدر يكونوا فيهم مشاكل. غادي تدخل وغادي تشوف شي شركه مثلا لقيتي الناس كاملين اللي في لينكد ان اللي خدامين وعندهم حسابات في لينكد ان خدامين في ديك الشركه كيجلسوا عام وكيمشيو. فخاصك تهرب، لانه يعني هاد الشركه فيها مشكل، الناس ما كيقدروش يجلسوا. هذا يعني واحد العامل مهم اللي كيعطيك فكره باينه. فيعني غير بلاش غير قلب على شي حاجه اخرى، فتش على شي عمل اللي يكون احسن. هذا الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه كاين ما يسمى بكونونو. فهو بحال يعني تنقيط الناس اللي خدامين في شركه كيعطيو نقطه، بحال مثلا في ريفيوز اللي كيديروا الناس في الريستوران ولا هوتيل ولا هذا هو الموقع ديال كونونو. الا بغينا نشوفوا واش من شركه نقدروا نديروا مثلا شي شركه سميه اللي بغينا، مثلا سيمنز ديال منشن. فهنا كيلقاو مثلا شحال النقطه ديالها بصفه عامه، وهنايا شحال عدد الناس اللي خدامين في سيمنز ولا اللي كانوا خدامين، وشحال من واحد 5800 واحد تقريبا. و85% منهم يقولوا بانها راه شركه مزيانه اننا نقدروا نخدموا فيها. هنايا الا شفنا ديك النقطه فكتقسم على 4 ديال المحاور.
الكارير وقيهالت يعني شحال كيتخلص، ويعني الكارير ديالك في الشركة. هنايا الثقافة، المحيط العمل، في الفالت راه مهم، يعني واش منفتحين على الأجانب، الناس اللي يعني مختلفين، تنوع، هو التنوع بالعربية. هنايا هاد البلاصة هادي الشركة هي اللي دارتها، يعني سيمنز بحال قلتي الموقع ديالها نيت، يعني نلقاو فيها نفس المعلومات يمكن في بحال الموقع ديالهم الرسمي. ولكن إلا شفتو التصاور مثلا، هاد السيدة هادي هنايا مختلفة، يعني راه باينة بحال بغاو يوصلوا الفكرة أنهم راه منفتحين على باش يخدموا الأجانب، ماشي غير الناس اللي بحال اللي الألمان يعني. مثلا هنايا السيدة، ولكن هنايا ما غنشوفوش هادشي لأنه تقريبا راه بحال في الموقع. هنايا إلا بغينا نشوفو شنو كتبوا الناس، فغادي نمشيو لهنا وغنشوفو بالتفاصيل كاع الناس اشنو كتبوا. آه، يعني اللي النقطة اللي عطاو، وكذلك التعليقات ديالهم. فهنايا تقدر يكون عندك معلومات، خصوصا إلا كانوا شي حوايج كيتعاودوا. هنايا كيعطيو يعني بزاف، مثلا 5000 واحد هنا راه عطا شحال كيشد في الأجرة، ولكن هذا المهم ما غاديش نهضروا عليه اليوم. وهنايا الثقافة، فهنا كيديروا يعني واحد السهم غادي من تراديسيونيل يعني تقليدية حتى لثقافة عصرية. وهنايا طبعا الناس هما اللي عطاو هاد النقطة هادي، ففي الغالب هنايا شوية كتميل يعني في الوسط، كتبقى في الوسط، يعني ماشي عصرية بزاف. هي فعلا سيمنز راه شركة كبيرة، ولكن المهم راه تميل إلى العصرية. ولا قارناها بهنايا هذا اللي بالرمادي، هو المتوسط ديال القطاع ديال سيمنز، يعني إلا قارنا بشركات أخرى نفس القطاع فهي أكثر عصرية. هنايا مثلا هاد work life balance حتى هي راه مهمة. المهم هنايا شوية، فيعني هادو معلومات اللي كتلقاوهم في كونونو. وكذلك كونونو تا هما عندهم واحد المسابقة. فهنايا سيمنز مثلا تا هي في توب كومباني 2025، يشوفوا فيها يعني على حسب الناس اللي كيكتبوا، يعني النقط التنقيط ديالهم، شنو هما احسن الشركات في 2025 مثلا. كل عام كيديروها، وسيمنز كانت وحده منهم، واخا هي 3.8، ولكن راه كتبقى راه عاليه بالمقارنه. شي كاين. الا شفتي شي حوايج اللي كيتكرروا، مثلا الناس كاملين كيقولوا بانه راه توكسيك، بانه المحيط العمل راه سام، فيعني راه يمكن عندهم الصح، راه هما مجربين. ما يمكنش يكونوا مثلا 10 الناس اتفقوا، او لا 20 واحد، او لا ما عرف شحال من واحد اتفقوا وكلهم يعني لا. في الغالب اذا كانت شي حاجه ايجابيه راه كتبان، ولا كانت شي حاجه سلبيه راه كتبان. طبعا راه كاين اللي كيكون عنده شي حوايج ايجابي، كاين الناس اللي كيقولوا تلقى مثلا شي شركه الناس تيقولوا الايجابي وتيقولوا السلبي، فهذا طبيعي، حاجه طبيعيه. ولكن الا كانوا الناس كاملين كيقولوا شي حوايج وكتكرر، فيعني ارى ان هذاك هو الواقع. فيعني فكر مزيان قبل ما تمشي لهذيك الشركه. الرابعه، في المانيا وكذلك في بلدان اخرى كاين جوائز بحال يعني شنو هو احسن شركه ولا احسن مستخدم. وهذه انا كتجيني واخا ما كت يعني ماشي ديما راها صحيحه 100%، ولكن الا جمعناها مع الطرق الاخرى، مع كونونو، مع الناس شنو كيقولوا في لينكد ان، وكذلك بان هذيك الشركه راه حازت على شي جائزه ديال افضل يعني مشغل، فيعني فانه هاد الشركه راها مزيانه في الغالب. يعني طبعا راه الواحد راه تجربته كتختلف، ولكن حنايا كنحاولوا دابا نجمعوا المعلومات باش يكونوا يعني الردود ديالنا عاليه، باش اننا نخدموا في شي بلاصه اللي مزيانه. فهاد الجوائز او المسابقات كاينين اللي عالميه، وكاينين اللي يعني مختصه مثلا غير بالمانيا. فمثلا توب امبلويرز انستيتوت كيدير واحد سيرتيفيكيشن، يعني اللي كيعطيها الناس اللي يعني الشركات اللي عندهم واحد المستوى، يعني بحال قلتي كي بحال يعني الناس ديالهم يعني كيحاولوا يهتموا بهم انهم يكونوا يعني مرتاحين وفرحانين. وكاين كذلك ما يسمى بجريت بليس تو ورك، وكاين مجموعه ديال جوائز اخرى، يعني قلبوا عليها وغادي تلقاو الا لقيتوها انه الشركه ديالكم يعني كاينه في ديك اللائحه. او لا الا كنتو نتوما عاد بغيتو تقلبوا ولا بغيتو تبدلوا الخدمه، فشوفوا هاد اللائحه هذه تقدر تلقاو شي حاجه اللي تناسبكم. وهاد المساله قارنوها مثلا بكونونو، وقارنوا مثلا شنو كيوقع في شنو كيقولوا
شنو كيقولوا هاد الشركة براسهم في الموقع ديالهم ولا في مواقع التواصل. الطريقة الخامسة اللي براسكم تقدروا تكتشفوها هي في المقابلة او لا في المحادثات ملي كيتصلوا بكم مثلا في الخدمة. فالانسان ماشي ما يغمضش عينيه، كاينين شي تفاصيل اللي خاص اللي كتعني كتعني شي حاجه، يعني ما كتوقع الا وانها غادي تعنيك، عندها واحد المعنى. مثلا انهم قالوا لك غيديروا شي حاجه ما داروهاش، قالوا لك راه غنجاوبوك هذا الاسبوع وما جاوبوش، داروا معك شي موعد ومن بعد بدلوه، بحال هكا، بحال هاد التصرفات. يعني الواحد يرد البال حتى ملي دير المقابله كيفاش كيتعاملوا، واش كيتصنتوا ليك، واش كيقاطعوك، شنو الاجوبه ديالهم، شنو هما الامور، شنو الكلمات اللي كيستعملوا. شي مرات حتى شنو مثلا كيقول لك راه عندنا تحديات وكانوا عندنا مشاكل ماديه وشرتنا شرانا واحد المجموعه ولا واحد الجروب، شراونا مثلا العام اللي فات وبدلنا النظام وهادي بحال هكا. يعني مثلا هاد المسائل اصلا كتعني بانهم راه عندهم مشاكل الا خدموك راه حتى نتايا غادي تعيش معاهم هذوك المشاكل. الا كان مسائل الشركه ما مستقراش فطبعا انت ما غاديش تكون مستقر الا خدمتي معاها. الا كانت عندهم الخدمه كثيره فانت غادي تكون هذاك الشيء ياثر عليك، غادي تخدم سوايع كثار. الا كانوا هما تحت الضغط، الشركه كامله تحت الضغط، فهذاك الضغط فين غيبان عليك، لانهم غادي يضغطوا عليك، لانه حتى واحد ما غادي يكون كلشي غيكون ستريسي، كلشي غادي يكون عنده يعني تحديات كبيره. حتى لما قالوا لك شي حاجه من هذا الشيء فانت تقدر تسولهم، قول لهم شنو التحديات اللي عندكم في هذه المرحله هذه، يعني كيفاش داير التطور ديال الشركه. الا قالوا لك لا الشركه راه مستقره، يعني واخا كان الازمات ولكن حنا دزنا منها مزيان، وسولهم على شنو هما كيفاش يعني يقدروا يقولوا لك مثلا داك ورك لايف بالانس. يقدروا يقول لك لا راه حنا عندنا ورك لايف بالانس، راه الناس عندنا مهمين انهم يكونوا فرحانين، انهم كياخذوا مثلا العطل ديالهم ما كيخدموش ساعات بزاف الاضافيه الى غير ذلك. فهذا الشيء كيعطيك فكره، وتقدر انت تسولهم بطريقه غير مباشره ولا شنو الامور اللي مهمه عندكم، شنو الامور اللي كيديروا مثلا يعني الموارد البشريه الاتش ار، الى غير داك من الاسئله اللي يعني ما غاديش تسولهم مباشره، ولكن غادي تعرف بحال غادي تجبد من عندهم معلومات على شنو هو المحيط العام، واش كاين ستريس ولا لا. لانه بزاف الناس تيقول لك لا راه انا عندي ستريس، ولا لانه هذيك الشركه يمكن كدوز من مرحله فيها المشاكل، ولا اصلا هذيك هي الثقافه ديالها. فالحاجه اللي مهمه هنايا هو انك تعرف شنو هي ثقافه الشركه، شنو الظروف اللي كتدوز منها، سواء كبيره او لا صغيره، شنو التحديات اللي عندهم، باش انت كتعرف راسك فين غتبدا. وهاد المسألة غادي تخليك انك تتجنب مجموعة ديال المشاكل، لانه ماشي من بعد واحد الشهور دوز واحد الشهور وعاد من بعد تندم وتقول لا علاش انا خدمت في هذه الخدمة، راه كان امكاني نخدم في بلاصة اخرى. وطبعا ديك الساعات راه صعيب باش تخرج، سهل باش انك تبدا وتقول ولكن باش تخرج وتبدل وتقلب على خدمة اخرى هذيك كتجي صعيبة. هادو هما الطرق، اهم الطرق اللي يمكن لك انك تعرف واش ديك الشركه مناسباك، واش ديك الشركه يعني ولا المستخدم راه يمكن لك تقرر انك تبدا معهم. وطبعا كاينه دائما فتره تجريبيه في الاول، لانه الواحد من الاحسن انه يقرر من الاول الا شاف انه داكشي ما مناسبوش يقلب على حاجه اخرى، ما يتسناش حتى يدوز عام وانه يمرض ويحس براسو تحت الضغط. فمن الافضل انه الواحد يقرر من الاول ويختار، لانه حتى حنايا راه يمكن لنا نختاروا فين غادي نخدموا. السلام عليكم.